ثواني بس، هو فين اللايك على الفيديو وفين الاشتراك في القناة؟ انا عايزة اسمع الجرس وهو بيعمل تريرين تريرين تريرين. خلاص عملنا اللايك على الفيديو واشتركنا في القناة. يلا بقى بينا نخش نشوف القصة اللي معانا النهاردة بتقول ايه. بتقولي صاحبة القصة ان هي مطلقة وعندها بنت 4 سنين، وتقدم لها شاب مش متجوز قبل كده، وقعدوا فترة مخطوبين، وبعد كده سابوا بعض وسيبنا بعض ورجعنا لبعض، بس كان بيشك فيا وبيتهمني بحاجات انا ما عملتهاش خالص خالص خالص، وهو كل يوم بيتهمني بحاجة انا ما كنتش عملتها وما بكونش عملتها اصلا، وافضل ابرر له لغاية ما تعبني نفسيا. بجد والله تعبني نفسيا، وبدأت اروح لدكاترة مخ واعصاب واعيش بمهدئات من كتر اللي هو بيعمله فيا، ومن كتر شكه واتهاماته ليا، وغير شتمته بقى بأقذر الشتايم. طب انتي مستحملة ده كله ليه؟ ده هو لسه خطيبك، يعني لسه مش جوزك، تستحملي ده كله ليه؟ المهم خلينا نكمل القصة. وبتقولي بيشتمني بأقذر الشتايم، وبعد كده يرجع يعيط ويتأسف وكده. وجينا حددنا الفرح، كمان حددتوا الفرح؟ ده انتي وقعتي وقعة روبة. وخلاص حددنا كل حاجة بتاعة الفرح، بس هو برضو كل يوم بيزيد اتهامه ليا اكتر واكتر عن اليوم اللي قبله، وانا حالتي النفسية بقت تتعب قوي، وبقيت نيلة خالص على الاخر، ومفيش تغيير خالص. جينا قبل الفرح بأيام اتهمني اني بكلم حد واني على علاقة بحد تاني، وبقى يقولي انه هو هيتجوزني بس وهيخوني كمان زي ما انتي بتخونيني. انا والله العظيم ما خنته. استني هو واحدة بواحدة ولا ايه؟ يعني انتي حتى لو انتي خنتيه هو هيخونك عشان انتي خنتي؟ ايه يا جماعة، في ايه؟ لا اله الا الله. ما علينا، خلينا نكمل. بكتشف حاجات مريبة في القصة دي. المهم بتقولي ايه تاني؟ وانه هيوصل ليوم ويموتني، قالها لي صريحة. يا جمالك، برغم انه عمره ما شاف مني حاجة وحشة والله العظيم، وكل حاجة كنت بقوله عليها حاضر وطيب، وكان دايما يفتش في تليفوني، وتليفونه هو ما يدهوليش ابدا، وتليفون بنتي كمان ياخده ويفتش فيه. وبيتهمني اني على علاقة بطليقي، لو انا ما كنتش على علاقة بحد بره يبقى على علاقة بطليقي، ويفضل يعمل مقارنة بيه بينه وبين طليقي اللي كان جوزي قبل كده. هو جه طلب مني ان احنا نحصل بينا علاقة، وانا طبعا مرضتش. قعد يصوت قعد يصوت ويقول لي انا بس لا ليه، يعني ما كله عادي. ايه هو خياله مريض قوي؟ ايه ده؟ طب ما هو كله عادي، اشمعنى انا؟ يعني هي جت عليا وانا لا؟ انت لا، انت لا بالعند فيك. تزعليش مني والله، انا بضحك يعني انا مش عارفه. استني هرد عليكي في الاخر. خلونا نكمل. بتقولي بعد ما طلب مني العلاقه وانا ما رضيتش، قعد يصوت ويقول لي هو انا بس اللي يتقال له لا؟ هو بيحسسني ان انا وحشه قوي قوي قوي، وبيحسسني ان انا بعمل حاجات غلط، وانا عمري ما عملت حاجه غلط والله، ومش على علاقه كمان بطليقي، غير لو هو مثلا عايز يشوف بنته او حاجه، بس هو ده الكلام اللي يربطني بيه وبينه. وبيقعد يقول لي انت مش في وعيك، انت شبه المجنونه، وبيشبهني بالمجانين. هو طب انت مكمله معاه ليه؟ يعني هو اللي غايظني انك مكمله معاه ليه؟ المهم فاضل لنا ايام على الفرح بسيطه كمان. استغفر الله. انا من كتر ما تعبت من اللي هو بيعمله ده، قلت له بقول لك ايه، فضها بقى. فضيناها قبل الفرح. طب الحمد لله. صغرت لك. فضيناها قبل الفرح بايام، بس انا كنت بحبه قوي لدرجه العشق، وعلى امل ان هو هيتغير. هو هيتغير فعلا، بس في الجنه بقى ان شاء الله من اللي هو بيعمله. بس مفيش تغيير منه خالص، وانا حالتي بدأت تتعب اكتر واكتر، وبدأت اتعالج واروح عند دكاترة مخ واعصاب. بس الصراحة واني ما اكدبش عليكي، انا بجد تعبانة قوي قوي من ساعة ما سبته، ومن ساعة ما سيبنا بعض. احنا بقى داخلين في 10 ايام سايبين بعض. انا مش عارفة اعمل ايه، وانا حاسة اني هموت من وقت ما عرفت ان هو خلاص مش هيبقى ليا. ده انت المفروض يقتلوكي في ميدان عام وتفيديني. أرجوك يا الله بالله عليكي، أنا مش عارفة أعمل إيه من غير تجريح. تجريح إيه يا بنتي؟ أنا مش عارفة أقولك إيه. يعني انتي مش مكفيكي اللي هو بيعمله فيكي ده كله، وزعلانة وندمانة انك سبتيه او هو سابك او اي حاجة؟ ايه بتعملي في نفسك كده ليه؟ يعني ده كله عشان خاطر ايه؟ يعني هو لا منظر ولا شكل ولا نيلة ولا اي حاجة، وفي الاخر بيشك فيكي، وفي الاخر آه، بيطلّع عينِك أهو، مطلّع عينِك وبيقول لِك هاموّتِك، قال لِك هاموّتِك صريحةً كده، فأنتِ محتاجة مستنية منه إيه؟
بيقول لِك هاخونِك زي ما أنتِ بتخونيني، يعني هو في دماغه إن أنتِ بتخونيه ومهما توصّلي له ومهما تحلفي له إنِّك بريئة وإنِّك ما عملتيش حاجة، لأ هو مقتنع إن أنتِ بتخوني خلاص، هو دي في دماغه فكرة ومش هيشيلها، فأنتِ ما تحاوليش تبرّري له أو ما تحاوليش في يوم من الأيام إنِّك ترجعي له، لإنِّك لو رجعتِ له فعلًا يبقى أنتِ كده أنتِ اللي عايزة بقى اللي يحصل فيكِ اللي يحصل، لإنِّك أنتِ شايفة المرار والسواد من قبل ما تروحي له، من وأنتم لسه على البر، وبتقولي باحبه وباعشقه، بتحبي فيه إيه بقى إن شاء الله؟ يعني أنتِ بتحبي فيه إيه؟ بتحبي فيه قرفه، بتحبي فيه نكده، بتحبي فيه شكّه اللي هو بيشُك فيكِ ليل نهار، بتحبي فيه قلة ثقته فيكِ، بتحبي فيه إيه؟ يعني إيه هو الميزة اللي تحبيها فيه، يعني إيه اللي بيتحب فيه ده عشان تحبيه أنتِ وبتعشقيه لدرجة إنِّك ممكن تموتي نَفْسِك عشانه؟ إيه مش كده، اهدي وصلّي على النبي وارجعي لربنا، ارجعي لربنا كده وهتلاقيه إن شاء الله نوّر لِك بصيرتِك هيلاقيكِ تبعدي عن البني آدم ده خالص، وفي مليون ألف راجل مطلّق معاهوش عيال أو مطلّق وعياله مع مامتهم أو لسه عازب بس محترم، ما بيشُكّش في بنات الناس كده، لأ، ده خياله مريض أوي، إيه ده! لا إله إلا الله. ده أنا كنت ذ أنا ذُهلت من اللي أنا عمّالة باقرأه، أنا مش عارفة إيه ده، لو حد عنده مشكلة أي مشكلة يبعتها لي على الفيسبوك، وأنا بارُد على كل الرسايل وبارُد على كل التعليقات وباعمل عليها قلوب كمان، أشوفكم في قصة جديدة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل قصة جديدة بانزّلها، باي باي.